السلام عليكم، أنا أخوكم كابتن ماجد. رجعت معكم في حلقة جديدة. خلونا نبدأ. اليوم بتكلم عن مباريات هذا اليوم، المباريات المليانة والكثيرة والقوية. بالفعل كان يوم كروي دسم جدا، مليان مباريات قوية قمم بعد انتهاء فيروس الفيفا. طبعا هي أيام الفيفا، في كثيرين يسموها فيروس الفيفا لأنه في لعيبة يتعبوا منها كثير، وحنرجع الموضوع ده لاحقا. لكن بعد انتهاء ايام الفيفا، انا ترى قلت فيروس الفيفا بشكل لا ارادي والله. بعد انتهاء ايام الفيفا رجعت الدوريات المحليه خاصه في اوروبا، لذلك انا حتكلم عن هذه المباريات اللي صارت اليوم، وبالاضافه الى البطولات الاوروبيه اللي حتبدا في نهايه الاسبوع. فكان في جدول مزدحم يعني. حنبدا خير بدايه مع القاره العجوز، مع اقوى دوري في العالم، الدوري الانجليزي الممتاز، البريمير ليج. مباراة كانت روعة جدا، ايفرتون وليفربول، فريقين القطبين تبع مدينة ليفربول، ديربي الميرسيسايد. الكل كان مستني مباراة قوية. ليش؟ لأنه ليفربول حامل اللقب وإيفرتون المتصدر. إيفرتون المتصدر. طبعا ليفربول حامل اللقب هذه صرنا عارفينها من قريب نص الموسم الماضي، لكن إيفرتون المتصدر، مش ليفربول ولا سيتي ولا تشيلسي ولا مان يونايتد ولا ليستر ولا توتنهام ولا ارسنال، لا، ايفرتون هو المتصدر. ايفرتون مع انشيلوتي، غير مع كالفرت لوين، مع ريتشارلسون، مع خامس رودريغيز، مع الان، مع بيكفورد. تشكيله ممتازه جدا في ايفرتون. طبعا اللي صار، طبعا ليفربول بنجوم الكبار طبعا. بدأت المباراة بشكل قوي جدا من الفريقين. في كان دروب قوي في الفرق الكبيرة هذا اليوم، في كان انحدار في المستوى. حقول لكم في نهاية الحلقة ليش صار الانحدار هذا. لكن بداية المباراة، ولأنه كلوب يبغى يلعب على عارف الانحدار اللي صاير في المستوى، فلعب مباراة يعني خلينا نقول عنها انها حذرة شويتين، او كان فيها مد وجزر. طبعا استغل هفوة بداية المباراة وسجل هدف ساديو ماني، هدف رائع جدا، هدف كذا خاطف سريع. طبعا هدف ساديو ماني جاء في الدقيقة الثانية، في الدقيقة رقم 2 والثانية 15، وهذا يعتبر أسرع هدف في تاريخ ديربي الميرسيسايد. إذن هذا هو أسرع هدف في تاريخ الميرسيسايد، الهدف اللي سجله اليوم ساديو ماني. هذه المباراة أصلا كانت مليانة أرقام قياسية. طيب، سجل ساديو ماني هدف. الهدف ذا ما أثر على أنشيلوتي وفريقه، بالعكس استجمعوا قواهم، بذلوا مجهود أكبر، سيطروا على وسط الملعب. كان في أخطاء من إيفرتون، لكن ليفربول للأسف الشديد ما استغلها. من ضمنها حكاية إنه تقدم خامس رودريغيز مساندة الهجوم كان يسبب ثغرة في وسط إيفرتون الدفاعي، خاصة إنه خامس رودريغيز ما كان بيعرف يرجع يدافع مزبوط. لذلك كان في ثغرة هنا، ما عرف للأسف الشديد يستغلها كلوب، أو ما حب إنه يستغلها على طول، أو ما أراد يستغلها. مش عارف، مش معقول مدرب زيه ما حاول يستغلها، لأنه استغلها متأخر وكان منزل في وسط الملعب فابينيو وتياغو الكانترا، وكانوا الاثنين سيئين اليوم، كانوا الاثنين سيئين جدا. فابينيو أنا ما ألومه، البرازيلي أي برازيلي أنا ما ألومه. أيضا الهجوم فيرمينيو ما كان في مستوى أبدا اليوم، وأيضا أنا ما ألومه رغم ضعف دفاع إيفرتون اللي تلقى هدف مبكر من ماني، لكن ما استطاع فيرمينيو انه يستغل ضعف هذا الدفاع ويقدم مستوى رائع جدا. طبعا بعد ما سجل كالفرت لوين، سجل في الشوط الثاني محمد صلاح النجم اللي ما يظهر كثير في بعض المباريات، لكنه لما يظهر يبدع ويقدم أداء رائع جدا. الكرة العرضية اللي وصلت للمدافع الكولومبي ييري مينا، المدافع الطويل الأهبل اللي يقدم مستوى رائع مع إيفرتون ومع منتخب كولومبيا، وكان تجربة فاشلة في برشلونة. رجع الكرة للوسط، كان صلاح لها بالمرصاد وكان مستنيها كأنه كان منتظرها كده وعارف انها وصلته، سددها في المرمى مباشرة. حتى انه في بداية الموسم لما لعب ضد ليدز يونايتد بطل البريمير شيب، سجل هدف، سجل صلاح هدف نسخة من هذا الهدف. صلاح سجل هدف نسخة من هذا الهدف. إذن طريقة لعب صلاح، الخبرة اللي عنده والمهارة العالية اللي وصل لها والتنبؤ القوي اللي عنده خلاه يعرف كيف يتمركز ويعرف يتوقع الهجمة ويقرأ حركة اللعب ويسجل هدف رائع جدا. أيضا بالمقابل طبعا كده صارت النتيجة 2-1 لليفربول. أيضا بالمقابل كالفرت لوين اللي تلقى عرضية رائعة جدا،
قفز قفزة أسطورية وصلت إلى 224 سنتي، لكن طبعا ما وصلت لكريستيانو رونالدو اللي حقق أعلى منه كرقم. كريستيانو له طريقة خاصة في القفز، يتمايل ويقفز على رجل واحدة بحيث أنه هو يستخدم قوة بنيانه ويتطاول على أساس أنه يرتفع أقصى ما يمكن فيهزم خصمه في الكرات الرأسية ويهزم حارس المرمى. نفس الشيء لكن بالنسبة لكالفرت لوين المهاجم الإنجليزي الواعد، يقف يتمركز ويثب وثبة عالية جدا، يقفز قفزة عالية جدا بالقدمين مع بعض كأنه لاعب كرة سلة ويضعها في المرمى. طبعا الكرة جاته من اليمين وضعها في اليمين، وهذه من أساسيات كرة القدم، إنه الكرة تجيك من اليمين يا مهاجم أو يا لاعب الكرة الرأسية تضعها في اليمين. ليش؟ إنه الكرة جاية من اليمين، الحارس حيتحرك عينه مع الكرة، حيتحرك معها لين يعرف فين الكرة جاية. لما أنت تعطي كرة على يمينه حيرجع يعمل حركة عكسية، فحتكون صعبة عليه، فحتكون غير ردة فعله، فحتكون ما هي سهلة جدا عليه، صعبة جدا عليه. وهذا اللي حصل مع كالفرت لوين. طبعا الحارس الكارثي أدريان للأسف كان يعجبني في ويست هام، ما نعرف ايش صار فيه مع ليفربول، يمكن لأنه قاعد احتياطي. أليسون أفضل منه كثير، حارس كارثي ما نعرف ايش بهم الحراس الإسبان. طبعا سجل كالفرت لوين بعد كذا وبعد الضربة الموجعة والخبر السيء جدا اللي حصل، اللي هو ضربة بيكفورد حارس إيفرتون والمنتخب الإنجليزي لفيرجيل فان دايك، الضربة القوية جدا. يعني اللاعب انحسد. في معلومة هنا عن فيرجيل فان دايك، فيرجيل فان دايك هذه مباراته رقم 95 في الدوري الإنجليزي الممتاز على التوالي وهو أساسي. 95 مباراة على التوالي فيرجيل فان دايك أساسي في ليفربول، هذا رقم قوي وصعب جدا. لكن للأسف الشديد انتهى نهاية حزينة ونهاية مأساوية. بيكفورد ضرب فان دايك تلقى ضربة قاتلة، صار عنده قطع في الرباط الصليبي. طبعا كل لاعبي اللي يفهموا في كرة القدم وكل الرياضيين يعرفوا انه ضربة الرباط الصليبي هي اقوى واشد واصعب ضربة للاعب رياضي، خاصة للاعب كرة القدم. يعني معناته ممكن من 6 شهور الى سنة كاملة بيغيب بعد هذه الإصابة المريعة. لكن طبعا بالنسبة لفان دايك ما في إلى الآن تقرير نهائي. التقرير الأولي واللي صدر اليوم عن الإعلام الإنجليزي إنه هو أقل شيء حيغيب 2 إلى 3، يعني مثلا لنهاية 2020، هذا على أقل تقدير طبعا. وهذا خبر محزن جدا بالنسبة لي فيرجيل فان دايك. نرجع للأخبار الحلوة في هذه المباراة والأرقام الحلوة. محمد صلاح وصل إلى هدفه رقم 100 مع ليفربول، وصل إلى هدفه رقم 100 في مباراته رقم 159، وهو من أسرع اللاعبين اللي يوصلوا لهذا الهدف ولهذا الرقم. إذا محمد صلاح وصل إلى هدفه رقم 100 في مباراته مع ليفربول ضد إيفرتون بهذا الهدف. هدفه رقم 100 في المباراة رقم 159. إذا مباراة الأهداف. في الشوط الثاني احتك ريتشارلسون بالكانترا اللي ما كان كويس. ريتشارلسون ضربه ضربة قاسية جدا، الحكم أشهر بطاقة الحمراء، كان لازم يشهر بطاقة الحمراء على بيكفورد، وإن كان التدخل يمكن ما يكون مقصود لكن الإصابة كانت عنيفة لفان دايك. عموما انطرد ريتشارلسون مباشرة، هذا يعني إنه إيقاف على الأقل من 2 إلى 3 مباريات، لأنه طرد أحمر مباشر. بعد كده بعدين في آخر المباراة تذكر كلوب وعمل تغييرات ما كانت مضبوطة. أخرج فيرمينيو اللي ما كان في الفورمة نهائيا، لكنه أدخل ديوغو جوتا. ليش أنت أدخلت ديوغو جوتا؟ ديوغو جوتا جناح، يعني حيسقط على ماني، وشفنا فعلا سقطوا على بعض في واحدة من الهجمات، يعني اصطدموا في بعض على اليسار. ليش ما نزلت أوريجي لعب مع منتخب بلجيكا وكان كويس. أوريجي منقذكم، أوريجي التاريخي، أوريجي اللي طلع برشلونة. فين أوريجي؟ ليش ما لعبت أوريجي؟ ليش ما لعبت شاكيري؟ المهم قبلها طبعا نزل فينالدوم وخرج اللي هو فابينيو. بمجرد ما نزل فينالدوم سحب لعيبة الوسط عنده، ففضي هندرسون. لما فضي هندرسون تحولت المباراة. طبعا هنا صار الاصطدام بين ديوغو جوتا وساديو ماني. بعدين لعبت كرة عرضية وصلت إلى هندرسون، سددها بقوة في المرمى ودخلت المرمى، هدف. لكن الفار ألغى الهدف بسبب التسلل. طبعا أنا من وجهة نظري الهدف صحيح، لكن حكام المباراة لهم والفار لهم رأي آخر، تفرق معهم على مليمتر، تفرق معهم على شعرة ممكن. عموما التعادل في نهاية المباراة كان عادل. كلوب لم يستغل الفرص، كان له حسنات وسيئات. أنشيلوتي كان له حسنات وسيئات. في نقاط ضعف هنا، في نقاط ضعف هنا، في نقاط قوة هنا، في نقاط قوة هنا. ينتهي الديربي على خير بهدفين
لهدفين. طبعا ليفربول حيلعب مع اياكس امستردام الهولندي في دوري ابطال اوروبا في ملعب اياكس، وحتكون مباراة قوية بالنسبة ليفربول ومميزة بالنسبة ليفربول واياكس، وننتظرها مباراة قوية جدا. طيب طولنا في مباراة ليفربول وايفرتون، ننتقل الان لمباراة تشيلسي وساوثهامبتون على السريع. تشيلسي بنجوم الكبار ما قدر يعمل شيء كثير. الحلو في المباراة انه هافرتز سجل هدفين، داني انجز سجل، هذا المهاجم رائع ما اخذ مكانه، اتمنى انه يروح فريق كبير لكنه ثقيل الحركة وبدأ يكبر في العمر، مش كثير لكن هذا السبب، هذه الاسباب تخلي مش الانديه الكبيره تبغاه. اتمنى يروح فريق كبير يليق بمقامه، مثلا مانشستر يونايتد او على الاقل ليستر سيتي. اذا كان مثلا صعب انه يرجع ليفربول او يروح ارسنال او تشيلسي او مانشستر سيتي، يروح مثلا مانشستر يونايتد، توتنهام هوتسبيرز، يروح مكان يقدر يقدره اكثر من ساوثهامبتون، مع احترامي لساوثهامبتون الفريق الجيد جدا والفريق اللي عنده مواهب. تشيلسي ما زالت الضغوطات شديده عليه، التعادل كان دروب في مستوى تشيلسي يفكر في مباراته مع إشبيليا في دوري أبطال أوروبا، حتكون مباراة قوية جدا. طيب ننتقل للمباراة اللي بعدها، القمة اللي كانت منتظرة بين السيتي وأرسنال، للأسف كانت قمة مخيبة لما ترتقي إلى آمال المتابعين. كانت مباراة مقفلة، كان فريقين واضح عليهم الإرهاق، المباريات الدولية أثرت، التفكير بالمباريات الأوروبية أيضا موجود. السيتي حيلعب مع بورتو البرتغالي في دوري الأبطال، أرسنال حيلعب مع رابيد فيينا النمساوي في فيينا يوم الخميس. مباراة مقفلة، ستيرلينج سجل هدف وحيد. السيتي كان سيء لكن أرسنال كان أسوأ، مباراة بطيئة مملة. استطاع جوارديولا أنه يسرق هدف وحيد وينتصر في هذه المباراة اللي للأسف ما عندي كلام كثير أقول عنها لأنها أصلا كانت مباراة مملة. بالنسبة لي آخر مباراة قوية في البريمير ليج، نيوكاسل استضاف مانشستر يونايتد. نيوكاسل طبعا بعد خيبة الأمل بعدم شراء المجموعة السعودية له، بيدخل الموسم وهو هدفه الأساسي عدم الهبوط. مانشستر يونايتد بعد الخسارة الكارثية والصفقات الطوارئ اللي حصلت، لكن ما لعب كافاني، ما شفنا كثير من الصفقات الرئيسية لكنه قدم مستوى ممتاز. مانشستر يونايتد حيحل ضيف على باريس سان جيرمان في دوري الأبطال في مباراة قوية، مباراة ثأرية لمان يونايتد وثأرية لباريس اللي أقصي على يد مان يونايتد في باريس قبل سنتين. مان يونايتد سجل 4 على نيوكاسل، سولشاير هدفه زرع الثقة في لاعبيه. مانشستر يونايتد لسه مش خارق جدا لكن نيوكاسل ضعيف جدا، وهذا اللي خلى مانشستر يونايتد يفوز. برونو فرنانديز سجل من كرة متحركة ليست ثابتة، هدفين مش هدف لكن الأول ألغي، وهذه من الحوادث النادرة. أتمنى أن برونو فرنانديز يتحسن أكثر من كذا، في انتظار رؤية كافاني، في انتظار رؤية تيلس، في انتظار رؤية بليستيري، كل صفقات آمادا تراوري، كل صفقات مانشستر يونايتد الجديدة. طيب انهينا الان كده البريمير ليج، ندخل على الليغا الاسبانيه في مباراه مبكرا اقيمت بين اشبيليا وغرناطه، الديربي الاندلسي. اشبيليا قوي حيلعب بطل هو يوروبا ليج، حيلعب دوري الابطال في مجموعه تشيلسي، حيحل ضيف على تشيلسي في مباراه قويه جدا. غرناطه لا يقل عنه في القوه، من افضل الفرق في السنين الاخيره، متصدر من المتصدرين المؤقتين ولو مؤقتين في الفتره الاخيره. تمكن غرناطه من الفوز، سجل هدف وحيد وانتصر في المباراه كذا بدري على السريع في بدايه اليوم. تمكن غرناطه من الفوز، واشبيليا ترك المباراه كمان، قاعد يفكر في مباراه تشيلسي. حاول لكن ما قدر، لكن ما كان عنده ذاك الضغط. حاول راكيتيتش، حاول وكامبوس مرهق، ما قدر يعمل شيء في المباراة، خسر تفكيره كله في مباراة تشيلسي. بالنسبة للمباراة الثانية اللي لعبت في الدوري الإسباني، ريال مدريد استضاف قادش. ريال مدريد رغم انه التشكيلة كاملة لكن ما شفنا أداء قوي من ريال مدريد. قادش اللي هو جاي من الدرجة الثانية، الفرق اللي تيجي من الدرجة الثانية تكون باين انها ضعيفة لكن في الواقع هي قوية لأنها حققت مراكز متقدمة في البطولة اللي كانت تلعبها. قادش أيضا عمل كم صفقة حلوين، قدم مباراة رائعة، سجل هدف وحيد. ريال مدريد ما كان بيلعب رغبة عارمة، كان بيفكر في مباراة شختر في دوري الأبطال، لذلك ما قدم أداء قوي. تغييرات زيدان ما كانت موفقة، ما كانت كثيرة أصلا. انتهت المباراة بفوز قادش بهدف وحيد. أيضا المباراة كانت مملة وكان في دروب اللي هو حصل مع كل الفرق الكبيرة، وريال مدريد أيضا يخسر مثل إشبيليا. المباراة اللي بعدها أتلتيكو مدريد حل ضيف على سيلتا فيجو قوي لكنه متزعزع على أرضه هذه السنة. أتلتيكو مدريد مع سواريز اللي سجل في أول مباراة هدفين لكن قعد مباراتين ما سجل اليوم ضد سيلتا فيجو. قدم مباراة رائعة سيميوني، مباراة دفاعية جدا لدرجة أنها كانت مملة. الفرق اللي يحصل لها دروب بالنسبة للفرق الدفاعية في وقت الدروب ولا تنازل المستوى مفيد للفرق الدفاعية لأنها تلعب بشكل جيد. كوستا صلح سواريز،
كوستا أصيب إصابة قوية ممكن يطول على إثرها. نتمنى الشفاء العاجل لهذا اللاعب. فوز مستحق لأتلتيكو مدريد 2-0، فوز بين وواضح على سيلتا فيجو. سيلتا فيجو بيعاني بمشاكل صعبة جدا. أتلتيكو مدريد فاز على سيلتا فيجو وأنهى المهمة، ينتقل إلى مهمة أصعب عشان يحل ضيف على العملاق البافاري بطل الخماسية، بطل دوري الأبطال والدوري الألماني وكأس ألمانيا والسوبر الألماني والسوبر الأوروبي، بايرن ميونخ. بايرن ميونخ وأتلتيكو مدريد هذه من أقوى المباريات في نهاية الأسبوع في الشامبيونز ليج، مباراة منتظرة. لويس سواريز اللي سجل اليوم واللي سجل مع أتلتيكو في أول مباراة هدفين، وآخر لاعب سجل في بايرن ميونخ في دوري أبطال الماضي لما فازوا 8 على برشلونة مقابل هدفين. الهدفين واحد فيهم في نفسهم والثاني سواريز. النص نهائي لعبوا ليون ما سجل فيهم، النهائي واجهوا باريس وما سجل فيهم، إذا آخر واحد سجل فيهم في دوري الأبطال هو سواريز، والآن أول مباراة لهم ضد سواريز لكن مع أتلتيكو مدريد. كيف حتكون المباراة هذه؟ هتكون نار يعني، هذا المتوقع أنها تكون قمة حماسية نارية. ايش باقي في الفرق الاسبانيه؟ خلاص ننتقل الان للفرق الايطاليه. مبكرا نابولي استضاف اتلانتا ودمروا 4-1 كذا بكل سهوله. يثبت لي يوم بعد يوم جاتوزو انه مدرب جبار. اتلانتا كل تفكيره في مباريات دوري الابطال. اتلانتا حيحل ضيف على ميتلاند، فريق دنماركي، فريق مغمور، لكن لانه المباراه في الدنمارك ورحله طويله وسفر وتعب فكان تفكيره كله في ديك المباراه. نابولي قوي جدا، حس انه فرط في دوري الابطال، حيلعب يوروبا ليج ولكن ركز على هذه المباراه وسحق فيها اتلانتا برباعيه كامله مقابل هدف وحيد. اتلانتا تفكيره كله في دوري الابطال لما يحل ضيف على ميتلاند الدنماركي. اذا فريق اخر حيلعب في دوري الابطال خسر. ايضا القمه الرائعه اللي حصلت بين ميلان والانتر، ديربي الغضب، العملاقين تبع ميلانو، النيراتزوري ضد الروسونيري، الأحمر وأسود ضد الأزرق وأسود، مباراة تاريخيا جبارة، صراع دموي. التركيز في المباراة كان على المهاجمين الضخمين المتوحشين زلاتان إبراهيموفيتش وروميلو لوكاكو اللي كانوا زملاء في مانشستر يونايتد، كل واحد فيهم كيف حيلعب إيش حيقدم. إبراهيموفيتش بعد العودة من فيروس كورونا، ولوكاكو اللي مستمر مع الإنتر وبدأ الاصطدام في المباراة. ومع بداية المباراة ضربة جزاء لإيسي ميلان ويسجل إبراهيموفيتش الهدف الأول. بعدها بدقائق تصل كرة عرضية وهوب تسديدة ساحقة في المرمى وإبراهيموفيتش يسجل الهدف الثاني. في أقل من 20 دقيقة إبراهيموفيتش سجل هدفين مع الميلان على الإنتر اللي لعب فيه 3 سنوات، ولعب في أندية كثيرة لكن مع الإنتر خاض أيام حلوة يعني، مع اليوفي، مع الميلان، مع برشلونة، مع مانشستر يونايتد، مع أندية كثيرة. طبعا حاول الانتر يتدارك، سجل لوكاكو هدف من عرضية لكن رغم الضغط الشديد ضيع لوكاكو كثير في هذه المباراة. هدفين محققة في نهاية المباراة وانتهت المباراة بفوز ميلان على الانتر. هنا يجي الفرق بين إبراهيموفيتش ولوكاكو. إبراهيموفيتش مهتم بجسمه، مهتم جدا بلياقته، مهتم بمناعته، لذلك شفي بسرعة من كورونا ورجع وسجل هدفين للميلان على الانتر وفوزهم. طبعا ميلان حيلعب يوم الخميس مع جلاسكو سيلتيك الاسكتلندي في يوروبا ليج، مباراة قوية ومنتظرة. الانتر حيستضيف بروسيا مونشنجلادباخ الألماني في نهاية الأسبوع في دوري الأبطال، في دوري أبطال أوروبا. مباراتين قوية منتظرة للفريقين العملاقين الإيطاليين. أيضا فريق إيطالي يلعب دوري الأبطال خسر، أول أتلانتا والآن إنتر ميلان، وشفنا ريال مدريد خسر وشفنا إشبيليا خسر. نسيت هنا أتكلم عن برشلونة، لكن خليني أخلص الإيطالي وأرجع لبرشلونة. بالنسبة للمباريات اللي بعد كده إيطاليا في نفس الوقت مباراة ديربي الغضب ميلان والإنتر، لعبت مباراة بين سامبدوريا ولاتسيو. سامبدوريا سجل 3 أهداف، لاتسيو بلا حول ولا قوة، إيموبيلي ما سوى شيء. مين سجل لسامبدوريا؟ فابيو كوالياريلا، اللاعب العجوز الخبير الرائع اللي محافظ على مستواه وقوته البدنية وحسه التهديف العالي جدا. فعلا ينطبق على فابيو كوالياريلا مقولة الذهب الحقيقي الذي لا يصدأ. لاتسيو كل تفكيره في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند. طبعا هنا مو قاعد أقول إنه كل تفكير الفريق في مباراة دوري الأبطال معناته هذا عذر إنهم يخسروا أو إنهم يخسروا بشكل متعمد، لا، هذه من ضمن الأعذار، من ضمن الأعذار، وقد تكون عوامل مساعدة، وقد يكون الفريق فعلا سيء في المباراة ومدربه سيء وحاصل لهم دروب. ثالث فريق يخسر من إيطاليا، لاتسيو خسر، الانتر خسر، أتلانتا خسر، وكلهم حيلعبوا دوري الأبطال. طيب وهناك إشبيليا خسر، وريال مدريد خسر، وبرشلونة اللي حل ضيف على ختافي ولعب مباراة غريبة. كومان نزل ديمبلي رغم الخلاف اللي بينهم، ما نزل فاتي لأنه مرهق مع إسبانيا.
ما نزل كوتينيو لانه مرهق مع البرازيل، نزل لي بيدري. طب ليش ما نزلت ترينكاو مع بيدري؟ غريبه جدا. نزل جريزمان رغم انتقادات جريزمان لبرشلونه لما سجل مع منتخب فرنسا وقال انا مرتاح مع المنتخب الفرنسي وبلعب في المكان اللي احبه والمدرب بيوظفني الوظيفه اللي انا احبها وزملائي يثقوا فيها. كل الكلام هذا اللي قاله في تصريح معناته انه عكسه حاصل في برشلونه، لا زملائه يثقوا فيه ولا بيلعب في المكان اللي يحبه ولا المدرب بيوظفه الوظيفه اللي هو يحبها ولا هو مرتاح في برشلونه. عموما كان زي قلة اليوم، وانا اتوقع انه لو استمر جريزمان على هذا الاداء السيء راح يكون هذا اخر موسم له مع برشلونة. ممكن حتى لو جاله عرض فلكي في يناير ممكن ينتقل لو استمر على هذا الوضع. جريزمان اثبت انه هو ما له مكان في برشلونة من مباراة سيلتا فيجو اللي طرد فيها لانجلي وخرج فيها جريزمان وما نزل له بديل، ورغم ذلك لعب برشلونة مباراة ممتازة. طيب المباراة كانت سيئة، ختافي كان ضعيف لكن برشلونة كان أضعف وأسوأ. سجل هدف بلنتي مشكوك فيه، فرانكي ديونج اللي ما كان في يومه أبدا دخل على نيوم المدافع الكاميروني، حتى أنه ما ضربه يعني ما أذى، مجرد أنه اندفع باتجاهه وكان نيوم أصلا بيطيح. حكم المباراة حسب ضربة جزاء. في تلاعب، في تحامل على برشلونة، مش عارف، في تحامل على برشلونة، خليني أقول في أخطاء كثيرة بتحصل برشلونة. ضربة جزاء غير صحيحة سجل منها ختافي، سكت على هذا الهدف. حاول كومان في اللحظات الأخيرة يرجع فاتي، يرجع كوتينيو، يرجع ترينكاو، ما في أي فايدة. ديس كان بيلعب على اليسار لأنه ألبا مصاب ولأنه فيربو تو راجع من الإصابة، وأخذ التصريح الطبي وبدأ يسخن. طيب ليش ما نزلته؟ مش عارف. لعب ديست على اليمين، سيرجيو روبرتو كان يقدم كثير، تلقى بطاقة صفراء مجانية، بيكي تلقى بطاقة صفراء مجانية، كان في خوف من الطرد للاعب برشلونة. هذا الشيء أدى إلى مباراة سيئة جدا. ختافي أنهى المباراة بفوز غريب وعجيب بهدف نظيف. برشلونة راح يلعب يوم الثلاثاء، يستضيف فرينك فاروزي المجري. تفكيره كله في هذه المباراة. إذا برشلونة وريال مدريد وإشبيليا خسروا في إسبانيا ولم يفوز إلا أتلتيكو مدريد، وفي إيطاليا خسروا إنتر ميلان وأتلانتا ولاتسيو، كل هذول حيلعبوا دوري الأبطال. من باقي اليوفي بطل إيطاليا، حنضيف على كوتروني. لعب مباراة حلوة. بدأ المباراة طبعا ما في رونالدو ما في كثيرين، سجل كوتروني عن طريق مهاجمه نوانكو اللي له مستقبل باهر، باين أداؤه ممتاز جدا. كيزا لعب، قدم أداء ممتاز، صنع عرضية لموراتا سجل. طبعا موراتا زوجته إيطالية فهو مرتاح في إيطاليا، وقدم سنين رائعة مع يوفنتوس ورجع أخيرا ليوفنتوس في المكان اللي هو بدع فيه. بعد كذا سجل هدف ثاني. بعد كذا بدأت المباراة تطيح من يوفي، أداؤه صار ضعيف، تغييرات مش بالجملة لبيرلو، ما هي تغييرات موفقة. هدف ثاني موراتا لم يحتسب، كان وده فيه عشان يفوز بأقل مجهود لكن ما حصل. كيزا ضرب لاعب كوتروني، اندفع باتجاهه، كانت تدخل عنيف جدا، أدى إلى طرده مباشرة في أول مباراة له مع يوفنتوس. طبعا تعادل يوفنتوس وهو الآخر لم يفوز. إذن الأربعة الأوائل الموسم الماضي في إيطاليا واللي هم حيلعبوا دوري الأبطال في نهاية الأسبوع ولا واحد فيهم ما فاز. الإنتر وأتلانتا ولاتسيو خسروا واليوفي تعادل. اليوفي راح يلعب في نهاية الأسبوع، يحل ضيفا على دينامو كييف في أوكرانيا. مباراة صعبة لليوفي، سفر وتعب. أيضا دينامو كييف ليس فريق سهل. طيب إيش باقي من المباريات القوية اللي حصلت؟ عندنا في الدوري الألماني بايرن ميونخ. طبعا كل الفرق غير وبايرن ميونخ غير. بايرن ميونخ اللياقة تنتصر يا جماعة، دائما اللياقة تنتصر. القوة البدنية الهائلة. سحق أرمينيا بيليفيلد في الشوط الأول 3-0، أهداف كلها أحلى من بعض. ليفاندوفسكي سجلوا هدف في الشوط الثاني وسجل أرمينيا هدف، انتهت 4-1. بايرن ميونخ غير يا جماعة، مختلف عنهم كلهم. لياقته البدنية أفضل فريق في العالم حاليا، طبيعي إنه يفوز. وحيستضيف أتلتيكو مدريد في قمة نارية متوقعة في نهاية الأسبوع في دوري الأبطال، الكل منتظرها. بالنسبة لبروسيا دورتموند اللي لعب مع هوفنهايم، ما في أشياء كثير مباراة. دورتموند أيضا بيفكر في مباراة لاتسيو في نهاية الأسبوع في دوري الأبطال. انفراد الهالاند المهاجم الأسطوري مررها صنعها ليه ماركو رويس، وسجل رويس هدف الفوز الوحيد لدورتموند. في معلومة هنا بقولها عن هالاند في مباراته، هالاند شارك في 21 هدف، لعب 15 مباراة مع دورتموند، شارك في 21 هدف، 7 أهداف و4 أسيست.
رقم خرافي جدا للمهاجم النرويجي الشاب الصغير الضخم الجثة المتوحش الجسم الصاعد الواعد. طيب هذه كانت مباريات الدوري الألماني. طبعا في مباريات كثيرة. مارسيليا لعب وفاز في الدوري الفرنسي، حيلعب في دوري الأبطال مع أولمبياكوس. بورتو البرتغالي لعب مع سبورتنج لشبونة وتعادل. بورتو حيلعب مع مانشستر سيتي. طبعا نيجي لنص نهائي دوري أبطال أفريقيا النص نهائي القوي جدا بين الوداد المغربي البيضاوي من كازابلانكا والأهلي المصري، في مباراة رائعة جدا، مباراة نارية ينقصها كان فقط الجماهير. في النصف النهائي الثاني الرجاء البيضاوي حيلعب مع الزمالك، القطبين المغربيين ضد القطبين المصريين. إثارة ما بعدها إثارة، حماس ما بعده حماس، تشويق ما بعده تشويق. بدأوا الفريقين مباراة، الأهلي لعب بأريحية، لعب ركاز برواق، خلى الرجاء يتحمس يتقدم. خطفة بسيطة مع تسخينة لاعبي الوداد في بداية المباراة في دقيقة 2 سجل قنش الهدف الأول بشكل رائع جدا. حاول الوداد أنه يرجع بأسلوبه القوي الهجومي، تحصل على ضربة جزاء ضاعت، صدها الشناوي الخبير. بعدين في الشوط الثاني سجل معلول هدف من ضربة جزاء بخبرة الأهلي، بقوته الشديدة العالية، بسجله الواسع والذهبي في دوري أبطال أفريقيا، تمكن من الفوز على الوداد البيضاوي بهدفين نظيفين في المغرب. في انتظار مباراة الإياب حتكون سهلة عليه. الأهلي خبرة في دوري الأبطال، الأهلي عنده مواهب أكبر، يجمع كل المواهب من الكرة المصرية. هذا الشيء يمكن أنا أعيبه شوية على الأهلي، لكن أنا أحب الأهلي وأحترمه وأحب جمهوره، من حقه إنه يشتري المواهب. يمكن أحيانا حتى المواهب ما بتزبط عنده، هل بيكون بيشتري المواهب هذه عشان يفتك منها في ذيك الفرق، أو إنه هو فعلا يبغى يوظفها لحسابه؟ هذا اللي ممكن يحصل. هذا فرق بين الأهلي والوداد. ثم انه اللاعب المغربي هذا فرق ثاني، المغربي يحب انه والجزائري والتونسي يحب انه يذهب الى اوروبا مباشره. اي فرصه تجيله في اي نادي فرنسي، انجليزي، بلجيكي، هولندي، الماني، يروح تركي، يروح على طول، ما تفرق معه، اسباني، برتغالي. عكس اللاعب المصري، اللاعب المصري يفضل انه هو يبقى في بلده الا اذا جاله عرض قوي جدا، انجلترا، فريق قوي في انجلترا، راتب عالي، وهذا من حق أي إنسان. فريق إيطالي، فريق سويسري، من الفرق اللي محترمة ورواتبها محترمة ولعبها محترم، لكن الأغلب منهم بيبقوا شويتين. لذلك الفرق المصرية تتفوق في هذه الناحية على الفرق المغربية. ممكن نشوف سيناريو، ننتظر مباراة الرجاء والزمالك، هل هنشوف سيناريو مقارب؟ ممكن جدا. أنا أرشح الرجاء للفوز، وإن كان الزمالك قوي جدا ومرشح للفوز هو الآخر. هننتظر ونشوف. طيب نيجي الآن نختم بالدوري السعودي الممتاز، دوري كأس اسمه سيدي الأمير محمد بن سلمان. الدوري السعودي الممتاز انطلق أخيرا، طبعا هو ما طول لين انطلق، مش أخيرا يعني، حتى أنه كأس الملك لسه ما لعب، حيلعب في نهاية أكتوبر، ولكن انطلق بسبب ضيق الوقت. الشباب لعب مع أبها وفاز الشباب. ما كان في مباراة قوية يمكن مرة، يمكن هي مباراة التعاون والفيصلي اللي هم متقاربين في القوة. التعاون اللي ثبت توامبا بعد المشكلة اللي حصلت له الموسم الماضي، صفقات جديدة ممتازة. فاجأ الفيصلي في ملعبه، سجل عليه هدف، لكن الفيصلي بقوته رجع. صفقات الفيصلي الجديدة، اللاعب الأفريقي بدل اللاعبين اللي مشوا. مباراة كانت متكافئة بين فريقين متقاربين في القوة، انتهت بالتعادل بهدف لكل منهما. بالنسبة لمباراة الهلال ضد العين الصاعد الجديد، العين بيحاول يستقطب لاعبين من الدرجة الممتازة. الهلال في كثيرين أساسيين ما لعبوا، ما شفنا جوميز، ما شفنا كاريلو، ما شفنا سالم الدوسري، لكن الموجودين كان فيهم البركة. شفنا خريبين، شفنا جوفينكو، شفنا هتان باهبري. سجل خريبين من كرة ثابتة، ماكر كروي حلو، رفع لعبها من تحت الحائط اللي قفز، والكرة جات من تحت ودخلت هدف. لكن لتحرك هتان باهبري حكم المباراة ألغى الفاول، وبالتالي ألغى الهدف. لكن سجل البليهي قبل نهاية الشوط هدف وحيد كان كفيل بفوز الهلال في مباراته الأولى في الدوري الممتاز. أيضا مباراة الوحدة والقادسية كانت مباراة رائعة جدا، الفريق الغربي القوي ضد الفريق الشرقي القوي جدا. سجل القادسية بهدف ضربة جزاء، أنا بالنسبة لي مشكوك فيها، لكن تمكن الوحدة من تسجيل هدفين والفوز والعودة بالمباراة. بكرة راح يلعب الاتحاد بصفقاته الجديدة. اليوم حسموا صفقة عمر هوساوي، وصل أيضا برونو هنريكي اللاعب البرازيلي. أيضا الأهلي عمل صفقات حلوة، حيلعب بكرة. خلينا ننتظر ونشوف ايش المباريات اللي هتحصل بكره. مباريات قويه جدا عندنا حتكون. كان يوم كروي حافل جدا، لكن بتكلم في النهايه عن الدروب اللي حصل للفرق بسبب الضغط الشديد من المباريات. انت جاي
من مباريات منتخبات، وفورا لعبت مباريات الفرق، وقت قصير انك ترتاح. وبعد مباريات الفرق عندك مباريات قارية، دوري ابطال اوروبا وغيرها، ما في وقت طويل. فالضغط هذا ادى الى تشتت اللاعبين، ادى الى ارهاق، ادى الى تعب، ادى الى خوف من اصابات، ادى الى اصابات والى خوف من اصابات، الى تزعزع في المستوى، الى تفكير، الى ايام مقبله. برشلونه حيلعب 7 مباريات في خلال 23 يوم، نفس الشيء ريال مدريد، جدول مزدحم جدا. لذلك تفكير المدربين واللاعبين على المدى البعيد للمباريات خلاهم ما يقدموا اداء قوي اليوم. وبالنسبه للدوريات المجال فيها واسع انهم يعوضوا، عكس البطولات الاوروبيه والبطولات اللي هي تعتمد على خروج المغلوب، الخساره فيها ممكن تخرجك. لذلك شفنا المستوى السيء من هذه الفرق اليوم. هذا كان كل شيء لهذا اليوم الكروي الدسم. شكرا لكم، مع السلامه.